السلام عليكم خوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا بيان الصحة لاباس. نورمالمون سمعتوا بحكاية واش راهو صاري في تونس، واللي حرقوا الاعلام واللي راهم يسبوا في المجاهدين تاعنا، وكثير منكم معوش فاهم واش كاين وعلاش وشكون ومن هو السبب هذه الفتنة. لاخاطش ما كاش فتنة بلا ما تكون ايادي هي اللي دير الفتنة هذيك. معليش خاوتي، دوك نوري لكم واحد الفيديو هكذا تاع العلويين. انا عطيت لكم تلميح تاع العلويين اللي في تونس واش داروا. خرجوا في واحد المسيرة، اسمعوا واش راهم يقولوا ومن بعد نفهمكم واش كاين. تونس حرة والإسلام على برا. فهمتوا العلويين واش حبوا يديروا؟ حبوا يطردوا الإسلام تونس، ماهوش خارج عليهم الإسلام. فهمتوني خوتي؟ صح نزيد لكم معلومة كاين بزاف منكم اللي ما على بالوش بها. داروا غير ما واحد الدستور في تونس. الدستور هدايا كيف حنفهمكم لا فامي يسمعوا باش يمارسوا البغاء بكل حرية. فهمتني؟ في تونس وفوطاو عليه 2.5 ملايين تونسي. سما واش حب يقول 2.5 ملايين تونسي؟ هادوما العلويين، هادوما اللي حبوا يخرجوا الاسلام من تونس وراهم حابين تونس تروح في داك الشيء، مع واحد الطرف اللي هو راهو يدير في الفتنة هادية. دوك نوري لكم واحد الفيديو تفهموا وانتم ما تعرفوا العدو تاعنا الاول، ودوك نوري لكم الفيديو زيدوا تفهموا مليح مليح خاوتي. في الشأن الجزائري، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الجزائرية طردت منذ بداية شتنبر الماضي آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى النيجر. وحسب المنظمة الدولية فالسلطات الجزائرية طاردت أكثر من 3400 مهاجر من 20 جنسية على الأقل، منهم 430 طفلا و240 امرأة. شتو الفتنة منين تبدأ؟ منين تنتشر الفتنة؟ الإعلام هو اللي ينشروا به الفتن في العالم كامل، وكامل تعرفوا شكون اللي حكم الإعلام. تبعوا تفهموا مليح مليح خوتي. وأكدت المنظمة الدولية أن السلطات الجزائرية قامت بتفريق المهاجرين المطرودين عن أطفالهم. سمعت الاتهامات الخطيرة: تفريق العائلات عن أطفالهم، أو تفريق الأطفال عن عائلاتهم. أسمعوا وش يقول. وحسب المنظمة فقد فاق عدد الأشخاص المطرودين إلى النيجر من الجزائر أكثر من 16,000 مهاجر. للتعليق حول طرد الجزائر لآلاف المهاجرين الأفارقة إلى النيجر، نتابع توضيحات صبري الحول خبير في شؤون الهجرة والقانون الدولي من مكناس، متحدثا سمعتوا منين خوتي؟ البلاصة منين؟ صح دوك نعاود لكم تسمعوا مليح. من مكناس. من مكناس؟ ها هي المخزن. هم يلعبوا الورق كامل باش يديروا الفتنة في الجزائر. يا ما قدروناش في الكوتي تاع الغرب، روحنا الكوتي تاع الشرق، ضربوا تونس بالعلويين اللي معاهم. فهمتوا الخطة كيفاش راهم يخطوا اسرائيل؟ هما اللي مشوا، على بالكم هما اللي مشوا المخزن. فهمتوا كيفاش حبوا يضربوا استقلال الجزائري؟ حبوا يديروا لنا فتنة، يحوسوا على البلايص. هم كل يوم يسيو لنا بلاصة هكذا ويشوفوا. دوك هذه الضربة الاخرى ضربونا في تونس، ضربونا من تونس لخدش عندهم اكثر من 2.5 ملايين علاوي تما. فهمتوا علاش راهم يطيحوا لكم توانسه؟ ماشي توانسه هذوك اللي راهم يطيحوا لكم، توانسه الحقيقيين يديروش هكاك. توانسه رجال، هذوك العلويين اللي يحبوا يطردوا الاسلام. صح، تبعوا سمعوا هذا الروبورتاج وبعد نوري لكم واحد العفسه شابه بزاف. ميدي ان تي في صحيت. هاي تشوفوا ميدي ان. لا هنايا واش راهي مكتوبه؟ ميدي ان تاع من هادية كنت تقراو تحتها طنجة ماروك. شتو الفتنة منين راهي تجي خوتي؟
شتو الفتنة كيفاش، شكون اللي راه يدعم في الفتنة هذه، وشكون اللي خطط لها الفتنة. بون التخطيط باينة، التخطيط تاع الكيان، والتطبيق من المخزن، من الكلاب. ايوي فهمتوا شكون الاعداء تاعكم مليح. بالك ويا خوتي، ما علي زيدوا تبعوا الفيديو، زيد تفهموا مليح. زملاء في إذاعة ميدي 1. الوقت الذي تتساهل فيه الدولة والسلطات الجزائرية مع مواطنيها فيما يشبه بالفرار والهروب الجماعي من الجزائر في اتجاه إسبانيا، فإننا نلاحظ أنها تتشدد مع المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، بحيث أنها تعمد إلى إرجاعهم فورا ودون المرور عبر السلطة ومراقبة القضائية، وهو ما يتناقض مع التزامها الدولي، سواء المتعلق بحقوق وحريات المهاجرين أو حتى فيما يتعلق باتفاقيات اللجوء، بحيث أن من بين هؤلاء المهاجرين من يحتاج فعلا وحقيقة إلى الحماية، وأنه هرب من وطنه اضطهادا وسعيا من أجل توفير الحماية. نتوما المواطنين تاوعكم ما رحمتوهمش، المواطنين تاوعكم قتلتو شحال من واحد عذبتوه، شحال صح عليكم. دوك ما كنتش راح نوري لكم لي فيديو، بصح دوك ندير لكم كاش فيديو ولا زوج نوري لكم واش راهم يديروا لهم. والله كندعو العالم وكندعو المنظمات، كندعو اي واحد خصو ينظر لهاد المساله هذه. كيفاش كنشوفوا في رمضان الدروس الحسنيه الرمضانيه، وانا في نفس الفتره في رمضان نفسه وفي نفس الوقت كيدخلوا فيا القنينه. والله عار 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 اخوتي، عار 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 اخوتي، عار والله لا عار بالله، عار في نفس اليوم في نفس رمضان. دروس الحسنيه عبر الاقمار الصناعيه وعبر القنوات المغربيه، وانا كيدخلوا فيا القرعه الفنانه. وش عار صاحبي، والله لا عار اخوتي، المغاربه عار اخوتي. والله لا يسمحوا لي بالله، يسمحوا لي بزاف، انا هذه غير على المغربيه ديالي، وغير على هذه اللي جعلني نفجر هكذا، لان هذه سيده وزن هذا العمل، هذا العمل اين يرى نفسه؟ اخوتي المغاربه الله يجزيكم بخير. راه التاريخ غادي يقرا علينا، راه التاريخ كله غيقرا علينا، راه ولادنا والاحفاد والحفاده ديالنا غادي يقراو علينا. شنو غيقراو علينا؟ يقراو لنا اننا كنا كنصور كنعملوا دروس حسنيه رمضانيه، ومعها التعذيب ما لا يدخلون القرى ويضربون المسلم على قضيبه ليقطعوا سلالة الإسلام. وش هذا عار؟ والله عار بالله. ونضيفكم أن في هذيك التمارة راه بزاف ديال الإخوة قتلوهم، ماشي غير أنا، راه بزاف ديال الإخوة قتلوا الدكتور محمد بونيت في 2003، وقتلوا الأخ عبد الحق مول الصباط، وقتلوا الشيخ زكريا الميلودي بالقنيطرة، وقتلوا الشيخ الأمين هنا في السجن هذا في 2009، والأخ يونس العينوس بسنة في عام 2000 في عام 2006. راه بزاف اللي ماتوا بهذا الشيء هذا. وعندنا حاليا أنا كنطالب للمنظمات العالمية، الحقوقية كانت أو القضائية أو كانت الاجتماعية أو كانت إسلامية، كانت مغربية وغير ذلك، كنطالب بهم الله يجزيكم بخير. إذا كنا احنا كنكذبوا عليهم هاد الناس، هذه راه عصابة كاينة في المغرب، أنا ما كنساهمش يقول أي واحد، أنا كنساهم غير العصابة اللي عملت لي هادشي هذا. العلماء المسلمين، الأئمة المسلمين اللي تاع الحق تاع الصح قاع قتلوهم وعذبوهم وداروا في بلاصتهم الدومة تاعهم العلويين، كيما هداك اللي راهو يصلي بالميمي 6. فهمتوا كيفاش قضاو على الإسلام؟ صح، زيدوا اسمعوا. تعرض من يبشع المعاملات، التعذيب، قضية التعذيب أيها الإخوان. تخيلوا معي أنهم لما قاموا بمداهمة المنزل وأشبعوني ضربا وركلا ورجفا وبصقا، أسقطوني على الأرض، خلعوا ملابسي فأخرجوا بلا ما نقول، بدأوا يتبولون علي على وجهي وعلى جسدي كله، بدأوا كيقولوا عليا وكيقولوا لي قول عاش الملك يا. ما حبيتش نكمل لكم، لاخت فيها كلام خاطر خاوتي، كاين بزاف لي فيديو، هذا لازم ندير لكم عليه فيديو سبيسيال نكمل القضيه تاعنا تاع تونس من بعد ساعه.
وهذه السياسة وهذه الخطة التي تتبعها الجزائر إنما تتناقض التزامها الدولي، تتناقض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نتوما تعرفوا حقوق الانسان، نتوما ربي يعذبكم يهويكم، نتوما ربي صح خوتي. دوكا نوريلكم التوانسة تاع الصح وين راهم التوانسة باش تعرفوا بلي ماشي التوانسة خاطيهم. هذوما الجزائريين اخواتنا رانا عائله واحده ودم واحد. شكون حامي ظهرنا؟ شكون حامي تونس؟ ما الجزائر حميتنا. شكون اللي حامينا؟ احنا حميتنا الجزائر. شحالنا جولة عندنا طق. الجزائر هي حميتنا. تسيري شكون؟ تسيري خويا وخوك انت وخويا ذاك. امشي انت للجزائر وقول لهم تونسي حتى ما عندكش فلوس تاخذ وتبات وتاكل وتخرج. وهما قال لك زاد يجيبنا. عاجبك انت خدتونا ديريكت شوف سياحه ماتت ولا اقتصاد مات في تونس. علاش شكون اللي خالها هذه؟ تونس اولا دولة شقيقة بيعتمد معها. الجزائر سند لتونس لما تكون سند. واخفين لأن أولا من واجبنا التاريخي دماءنا امتزجت حتى في الثورة وقبل الثورة وشقيقة تونس عمرنا ولا شفنا منها يعني شيء سلبي. السلام عليكم. والله مضطر عملت مرة مداخلة في الموضوع هذا، ما باش نعاود نرجع بأكثر ربما تفصيل ولا تو. هذه التلاسن بين معناها ناس من الجزائر وناس من تونس. احنا دولة قوية واحنا كذا واحنا عندنا البترول ونعطي واعطيناكم ووكلناكم. ساعة واحد كي يتكلم يا اخي انت رئيس الجمهورية والتوانسة ماكم تجي وتداوي وعندنا ايه ما يجي يداوي عندك ما بفلوسه. عامل عليه كان يمشي لفرنسا ولا يمشي بقى تونس قريبة يجي حتى بالسيارة نجم يجي. بحيث ما ثماش واحد عامل مزية على واحد وما ثماش واحد يتكلم باسم الناس. واحنا مش الجزائر برك، الجزائر وليبيا ومصر كل شعب واحد. احنا قسمنا الاستعمار يا ناس. فما بيت نقعد بيت كرام فما شباب هكا دم سخون ومش مثقف وكذا فهمتني نفهموا نتكلم كيما جا قال دربوكه وما دربوكه واحد يعني الدهماء المجمع الرعاه. اما ناس نشوف ناس منها من هيئتهم هكا ظاهريه محترمين هكا ومنها نستناو منهم كلام عقلاني. لا انا ناس تتكلم فهمت لي واحنا عندنا طبه واحنا عندنا مرشدو معناها ما يستقيمش لا من هذا الطرف ولا من هذا. الجماعه اللي يقولوا احنا عندنا طبه ولا حتى الجزائريين عندهم طبه. تو معناها اللي بالشد الانستيتيو باستور تاع باريس هي جزائريه. هذوما التوانسة تاع الصح خوتي، ماشي هذوك اللي راهم يديروا واش يديروا. هذوك القلة، هذوك العلويين، هذوك العملاء تاع المقصاد يا خوتي. سما ديروا حسابكم وديروا حسابكم باللي رانا فتنة كبيرة خوتي. الجزائر راهي مستهدفة ودي المعلومة تعرفوها كاع بلي الجزائر راهي مستهدفة من طرف الموصاد والمخزن. راهم يحوسونا على عفسة كيفاش يديروا لنا الفتنة ويخلطوها يا خوتي. ديروا حسابكم وخلاص. ليسونسيال خطونا بالفتنة مع التوانسة وعرفوا واش ديروا خوتي وما تطبعوش بسليفكم. فهمتوني خوتي. ليسونسيال خوتي ما تنساوش ابوني، عبزوا جميع قفلة عبزوا باش يلحق الفيديو هذا الشعب الجزائري والشعب التونسي يفهموا الفتنة اللي راهي صارية وشكون اللي مدبر لها. خوتي نتكلى عليكم، تهلاو لنا في روحكم. صلى الله على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم.